وهذا عندما وضع في تحت عمارة سكن الضباط الموجودة في عاصمة المحافظة. نعم، وكما تلاحظون الساعة واضحة. هذا اللغمين الاثنين من موقع البيضاء الذي يرابط فيه جماعة الشيخ العوجري، لقطت من موقع البيضاء عندما زرعوها المتمردين أو وضعت من قبل المتمردين عندما انسحبوا من الموقع. أيضا هؤلاء القطع الTNT التي هي عبارة عن كل واحدة لغم انفرادي ضبطت من قبل رجال الأمن عندما حاول أحد المتمردين التسلل إلى داخل المدينة لزرعها في أماكن لم تزرع أصلا. وهذا أيضا كان بحوزة أحد المتمردين عندما حاول التسلل والدخول إلى داخل المدينة. أما هذا اللغم فقد وضعت عبوات بداخل هذه الأنبوبة لغرض تفجير إحدى عبارات المياه في منطقة درب الهاشمي تحت خط الإزفلت عندما كانت تمر قوات عن طريقها. وهذا اللغم مؤلف له ساعة كان يستهدف به المنطقة الأمنية ضحيان. اللغم أو المؤقت فقد وضع بهذا الشكل خلف منزل محافظ المحافظة، وهي عبارة عن قذيفة هاون. جمع هذه الألغام والمتفجرات هي جزء بسيط من ألغام كثيرة أحيلت إلى القضاء، منها المصنع محليا كما تلاحظون مثل هذه القنابل اليدوية، ومنها المتفجرات كما هو واضح. وقد زرعت معظم هذه المتفجرات لغرض تدمير المنشآت والمباني الحكومية واستهداف المواطنين وتفجير منازلهم، وتم التعامل معها في أماكنها ومحدد كل لقم بمكانه وتاريخه وزمنه. أيضا هذه الحشوات أو الباروت التي يستخدمها المتمردون لحشو العبوات الناسفة ودمج قطع حديدية بينها بداخل المصنعات.